ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. الفيديو ده هنجرب منتجات كلها مصريه عشان نقاطع بضمير. المنتجات اللي هنجربها دي كلها بسكوت وشيبسي اللي هو كيكه، وكمان هنجرب فشار. هنجرب حاجات كلها مصريه عشان نقاطع بالضمير. الحاجه الوحيده اللي هنقدر نعملها ان احنا نقاطع. فهنقاطع ازاي؟ ان احنا مش هنشتري منتجاتهم تماما وهنقاطع. تعالوا بقى اعرفكم النهارده منتجات 100% مصريه وطعمها حلو ورخيصه وكمان جودتها 100 ومش معروفه ولازم نوريها لكم. ولكن الفيديو ده انا مش هبقى لوحدي، انا هيبقى معايا اخواتي التوينز عضي وياسمين. يلا عضي، يلا ياسمين. السلام عليكم. I love you. هنجرب ايه بقى؟ نجرب التايجر نبتدي بالشيبس. بصوا احنا هنبدا بالكياس النهارده كلها اللي جبناها لونها اخضر، ليه مش عارفه، ولكن هنجرب تايجر وكمان البيك شيبس. تعالوا اول حاجه نجرب التايجر. بصوا بقى التايجر ده اهو، ده كده شكله حلو صح؟ هو شكله اخضر كده في ذهبي فشكله حلو، وهو مكتوب عليه بالليمون وبحاجه تانية انا مش عارفه. ده البريميوم. في تايجر العادي اللي هو ب5 جنيه ده سعره 10 جنيه. ده مكتوب عليه صراحه من ورا صنع في مصر، تحيا مصر. هو في منه طعمين تانيين، طعم بالسويت شيلي وطعم بالملح والايه بالخل وبالملح. فتعالوا نشوف اول حاجه. ده مكتوب عليه تايجر. بسم الله. مستعدين؟ يلا. بصوا اول حاجه هو ده كده شكله زجزاج كده شويه. بس هو شكله مش مريح. شكله مش زي تايجر اللي احنا متعودين عليه. شم كده. هو ريحته عامله زي شيبسي. ريحته شبه الشيبسي بالشطه والليمون. يعني هو مكتوب عليه ليمون بس مش مكتوب عليه ان هو شطه او كده، مش مكتوب عليه انه حامي. فهو ريحته وطعمه ريحته وشكله شويه مش مطمنين، لان ريحته شبه شيبسي بالظبط وشكله هنشوفه. اتفضل يا دودو، ويتفضل يا ياسين، اتفضل يا مريم، واتفضل يا مريم. يلا بسم الله يا رب. واو حلو من الاخر جامد. بس في حاجه تحس قوامه ماله كرانش شويه. ايوه كرانش شويه ناشف. هو طعمه حلو ولكن نسبه الليمون عاليه، في الاخر تحس المزازه حامض. في مزازه كده في الاخر ومش حامي خالص، وبيدوب بسرعه، مش مقرمش قوي، مش ناشف ولكن مقرمش. طعمه مش احسن حاجه، ممكن اديله 5 من 10. انا عن نفسي 8.5. الصراحه كميته اللي جوه حلوه. كنت بتقول ايه؟ كنت اقول اللي هو يعني حلو بس مش بيتاكل ياما عشان حامض قوي. ايوه ورا بعض. انا هديله 7 من 10 عشان كميته حلوه وشكله كويس، ولكن هو حامض سيكا، بس الصراحه شكله حلو قوي وطعمه كمان لا هو حامي، يعني في حموه في الاخر كده ولكن مش حامي قوي ومش بارد، ولكن ايه كبديل للشيبسي بتاعنا، فلا حلو قوي. انا هديله 7 من 10. وانت؟ انا خلاص 6. وانت؟ 8.5. 8.5. تعالوا نشوف اللي وراه، يلا بينا. وتاني منتج معانا هو تايجر تاني وصفه تانية بس بطعم الجبنه الاسطنبولي. ده تاني كيس من تايجر، ده اسمه تايجر بالجبنه الاسطنبولي. ده برضو مكتوب عليه من ورا صنع في مصر، ولكن ده برضو ايه في منه برضو طعمين تانيين، ميكس تشيز وسموكي تشيز، وده بالجبنه الاسطنبولي. وسعره 5 جنيه. سعره 5 جنيه. وكل الكيس اللي معانا النهارده لونها اخضر. صدفه غريبه. واحنا جايين نشتري غريبه فعلا. بصوا ده برضو من نفس الشركه اللي احنا دقناها في الكيس الاولاني. فتعالوا ندوق. تتوقعوا هيبقى حلو زي اللي قبليه مثلا، ولا احلى منه، ولا اقل منه؟ لا بصوا انا حاسه هو اقل منه بس بشويه. اقل منه شويه بس هيبهرنا قد. انا مش عشان بحبه وانا مش عارفه. اصل هيبهرنا بس مش قد اللي فات. لا انا في فرق كبير. بصوا اهي، امسك كده عامل زي الشيبسي اللي احنا متعودين على شكله. هقول لكم الفرق بس باين على خل وملح شويه. بصوا هو اصلا الشكل بتاع التاني احلى. الشكل التاني الصراحه احلى، شكله بيلي كده،
ده اول حاجه. تاني حاجه هو هنا في حاجات محروقه حتى لو بسيطه، في سيكه كده محروقه، لكن شكله الصراحه زي الشيبسي بتاعنا العادي. ريحته جامده. ريحته جبنه فعلا، صح؟ مش ريحته جبنه. يلا ندوق. جبنه يعني. جبنه فعلا. صح؟ طعمه جبنه، ريحته قوي اول ما تاكله جبنه. طعمه حلو بس مش حامي، بس اللي قبليه كان احسن. بس اللي قبليه كان احلى. ده يعني ده مش وحش، ولكن اللي قبليه احلى. ولكن هو فعلا طعم الجبنه، يمكن اللي قبليه كان طعمه ليمون. الطعم الاولاني احلى قوي والليمون كان ظاهر، وده برضو طعمه حلو لكن اقل سيكه. ده انا اديه 7 من 10. تحس ان تايجر بتستخدم مواد بجد، مش بتستخدم اي حاجه صناعيه، لا بتستخدمها بجد. طيب هتديله كام؟ انا هديله 4. 4 من كام؟ 4 من 10. 4 من 10. انت 7. 7. انا ياسمين 7 وعدي 4. ده كده تاني كيس معانا من تايجر، ومنتج مصري 100%، وحجمه الصراحه قليل شويه ولكن على سعره فهو متوسط. تعالوا بقى نشوف الطعم اللي وراه هيبقى حلو ولا وحش. المنتج السادس معانا هو بيك شيبس. بيك شيبسي بقى منزله اصدارين برضو زي تايجر منزله العادي اللي ب5، ومنزله تايجر اللي ب10، وده نفس الفكره. بيك شيبسي اللي هو مصري 100% ليه برضو حاجتين، بيك شيبسي العادي اللي هحط لكم صور ليه، وبيك شيبسي الشكل ده بقى. ده بالايه؟ ده مكتوب عليه ان هو بالصور كريم وبالبصل. ده في منه برضو نوعين، نوع تاني مش نوعين بس مش شايفه اسمهم. واحد بالجبنه اهو، شايف؟ ده بالجبنه بس ده مش عارفين ايه. وده برضو صنع في مصر. ده كان سعره 10 جنيه، وده بيك شيبس بس اللي هو البريميوم بقى، اللي هو الايه الجاي ده بتاع ولاد الناس. فتعالوا نشوفوا طعمه حلو ولا وحش. مفعل في خير حتى. الله، ده جبني، ريحته مطمنه قوي. شميت ريحته تشبه شيبسي كان قبل كده. ريحته شبه ريحه فورنو اللي هو اللي تقريبا كان ب7 جنيه، وهو شيبسي عادي مش كرانشي زي تايجر، ولكن اهو شيبسي عاديه. يلا بينا نبدا. عامل زي الجبنه المتبله ريحته فيها بصل لان هو مكتوب عليه بالبصل وبالساور كريم. يلا بينا ندوق. بسم الله. والله حلو. حلو صح. شبهها ايه؟ شبه الجبنه المتبله صح؟ لا، حاجه تانية. صح، ما اعرفش بصراحه. شبه الاندومي. الاندومي اللي هو بالفراخ الصفرا ديت، مش كيري ولا الاندومي بالفراخ البلدي شبهه، وريحته يعني هو طعمه قريب شويه على جبنه متبله واندومي. ايوه طعمه اندومي قوي، لكن طعمه الصراحه حلو وانا اجيبه. طعمه عاجبني قوي، يمكن ده اكتر واحد عجبني لحد دلوقتي. صح؟ تديله كام؟ لا، ده جاي عندي في الليفل الوحش. ده اديله 8. 8؟ انت دلوقتي في الوحش عندك 8؟ انا هديله 9.5، لان انا يعني ايه ضايقه طعم البصل بس الساور كريم مش ضايقاه خالص. انت تديله كام؟ 10. يبقى 8 9.5 10. والصراحه هو كميته حلوه يعني. بصوا فلا كميته حلوه الصراحه. فكده تقريبا الشيبسيات اللي معانا خلصت. جربنا تايجر وجربنا بيك شيبس. تعالوا نجرب الكاراتيه الوحيده اللي معانا كمان، وهو من جاكوار. المنتج الرابع من جاكوار. جاكوار ولا جاكوال؟ جاكوار. هو اخره ره. جاكوار ما عليك. حتى جاكوار ما علينا. ده اسمه جاكوار او جاكوار اي حاجه. ده بالخضار الحار، هو مرسوم عليه كده طماطم وبصل وفلفل مخفوق وفلفل مخفوق. شميتوا الريحه الاول مره دي؟ يا لهوي، عامل زي بريك. لا، بريك ريحته بريك فعلا. يلا بسم الله. يا رب. ايه ده؟ بس شكله مش مطمن. شكله شبه ايه؟ اصفر بيها دي. طب حاجه دي شبه فلامينكو. ايوه، شكله شبه فلامينكو شويه. ايوه، وانا اصفر بيها دي بس مفتوح شويه. وهو مكتوب عليه ايه؟ هو صراحه كميته قليله. ايه ده؟ كميته قليله قوي. صح؟ ده تحس ده كام؟ ده ب5 جنيه بس كميته قليله. وده زي ما قلنا بالليمون الحار، وبرده صنعاه في مصر. تعالوا بقى ندوق. يلا. بسم الله. بسم الله.
واو واو واو. عجبك قوي كده؟ لا صدق جامد. هو حلو بس ما عجبنيش. يعني هو حلو بس مش انا عن عاجبني. نفسي حبيته. يعني حاسه ان هو فيه حموضه شويه، ولكن الطعم بتاعه بعيد الصراحه. انا مش حاسه باي طعم. هو عامل زي اللي هو في شرب من جار برضه بالباربيكيو. ممكن. طعمه عجب عضية وعجب ياسين، ولكن انا ما عجبنيش قوي. تديله كام؟ لا ده اديله بقى 9.5. 9.5. وانت؟ 10 برضه. 10. وانا هديله 5. بصراحه كميته قليله، طعمه مش بيظهر في الاول، مش واضح طعم الخضار اللي هو مش ما فيهوش طعم خضار الصراحه. ولكن الصراحه فكره ان احنا اصلا عندنا منتجات مصريه بالاشكال دي كلها حاجه حلوه. فتعالوا كده نشوف اللي بعده. تاني بقى منتج من جاكوار برضو، بس ده ايه مسكر. ده اسمه جاكوار بالفشار، وده بالكراميل. ده برضو صنع في مصر، في منه 4 أطعمة تانية بالجبنة وبالليمون. بالليمون المسكر. وليمون شكله مسكر فعلا. بالليمون الحلو. ايه تاني؟ وبالجبنه. وبالساور كريم. وليه 3 أطعمة جبنة. هو ليه طعمين بالجبنة وطعم مسكر وطعم بالليمون. فتعالوا نجربه. ده بكام؟ ده تقريبا كام؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه بالكراميل. تفتكروا هيبقى طعمه حلو ولا لا؟ لا. انا اول مره اجرب حاجه من جاكوار بالايه مسكره او انا عن صح نفسي مجربها. انا ما بحبش الكراميل فمش مش حاجه. كراميل. على فكره هو ريحته مش باينه. شم. ايه ده؟ ريحته وحشه. ريحته مش باينه. ريحته حاجه محروقه. طيب هي الصراحه عليها كراميل ياما. استنى ما تبقاش ايه لما ناخده كلنا. عايزه اجيب لك واحده فيها كراميل ياما برضه. انا خايف. امسك كده. هو بص، هو الكراميل لسه ما نشفش شويه. حتى زي ما انتم شايفين كده، احنا دوقنا واحد بالباربيكيو كل طعمه جامد، بس ما اعرفش ملزق شويه. هو كميته حلوه. بس هو تحسيه هو حلو يعني ملزق كده، وواضح ان كميه الكراميل كبيره قوي يعني على الوش. تعالوا ماشي. نجرب. ماشي. يلا بسم الله. ده اللي حاجه حابيني في الكراميل. صح حلو. انا وياسين عجبني. لا عجبكش صح؟ جامد. لا جامد. ما عجبوش. ندوق كده تاني. لما انت دلوقتي بسمع احسن. هما مدوش طعم، يعني طعم الفشار واضح شويه عن الكراميل. لا طعم الفشار مش باين، طعم الكراميل بس اللي طعم باين. الكراميل بصراحه حلو. طعم في الاول فشار عادي معمول في البيت، وبعد كده بيبقى مفيش طعم فشار خالص، بيبقى سكر. صح. بيبقى سكر الكراميل. ولكن الصراحه انا عجبني. حتى انت غيرت رايك صح؟ بس لما ادوه تاني. انا هديله 7.5 من 10. وانت؟ انا 6.5. 9. 9. ياسين كريم قوي في درجاته. دي حاجه دي درجه عاليه. درجه عاليه. انا اصلا انا كنتش بحب الكراميل خالص وبكرهه اصلا، فدوقت ده حسيت بفرق كتير. ماشي. عامه قلنا انت قلت اديته كام؟ كنا وانا قلت 7.5 باين. وانت قلت 9. يلا نجرب اللي وراه. دوقي. طعمه عجبني قوي. طعمه عجبنا. هو طعم عجب عضية ياسين بس ما عجبنيش. ايه رايك؟ احنا بس علي صوتك عشان صوتك يوصل. حلو. طب جربي الباقي كده. الجاكور انت قلتي على حلو، تدي كام؟ 3. 6 من 10. زي. طيب اللي وراه احنا كده جبنا ديل جديد. اختنا دي مرة قلتي بس مش هتقدر. وده ايه؟ ده بيك شيبسي. ده مكشيبس اهو. حلو ده صح؟ اه فكرني بالجبنة الشيدر. ايوه. جبنة وفي ريحة اندومي صح؟ ايه مش تدي كام طيب؟ تدي بيك شيبسي كام؟ 7. ده انت يخرب بيت الكرم اللي عندي. 7. ياسين كان كريم اكتر مني. وده ايه؟ ده تايجر. ما عجبهاش. هو ايه اللي ملوش طعم؟ ايه ده؟ ايوه مالك. ده ليمون. ايوه هو ليمون مسكر. ليمون مسكر صح؟ مين اللي قال؟ باين انت قلت ليمون مسكر. اه. اخر واحد اللي هو تايجر بالجبنه. جبنه. بصي انا اخترعت يا جماعه. بصوا بقى، احنا جربنا حاجات كلها حادقه. فتعالوا بقى ايه نجرب الحاجات الحلوه. اول حاجه انا هبدا بيها. ده اسمه سمايلي ويفر.
ده من شركة الشمعدان. الشمعدان يعني كل الشركات زي بيك شيبسي مثلا عملت حاجة جديدة، زي تايجر عملت حاجة جديدة، فده برضو الشمعدان عملت حاجة جديدة وهي ويفر. ده انتاج مصري برضو زي ما قلنا. سوري ده ايه، محشي شوكولاتة. يلا نشوف فيه ايه حجمه حلو ولا لا. بسم الله. نشوف أول حاجة ريحته حلوة. حجمه يعني ريحته حجمه يعني بس بس ريحته حلو صح؟ ريحته أول ما فتح الكيس امسك كده. في ريحة شوكولاتة. طبعا ده معانا. امسك. بص الحركة دي بقى. أدوس مرتين فاهم عشان أتصور يلا الطعم. بسم الله. شمعدان. ها. شمعدان يعني بس جامد. هو شمعدان يعني. هو طعمه حلو بس الشوكولاتة مش باينة. باينة أوي. جرب تاني. أيوه. يعني هو طعمه حلو زي البسكوت الشمعدان العادي بس كأنه متقطع، بس الصراحة حلو. تجربة واو. حلو عجبني. وش عجبني انت؟ أنا ما فهموش بقى غير 4. يعني الحلو بيقول وحش. ما عجبش ياسين. الحلو بيقول وحش. ياسين ضدنا في كل حاجة. لا ده 10 من 10. تديله كام؟ 4. وانت؟ 10. وانت؟ وأنا كمان. 8. وأنت؟ هو حسن الشوكولاتة فيه قليلة شوية فأنا هديه 7.5 عشان أبقى صريحة. فيه قليلة وهو حجمه قليل، يعني احنا جربنا خلصناه أصلا. تجربة بس. فأنا هديه 7 بالظبط. هنجرب آخر حاجتين معانا وهما حاجات كيكة بدل بقى ايه بالهوز وكده، فتعالوا نشوفوا حلوين ولا لا. تاني حاجة هنحلي بيها وهي منتج كده من تورتة اسمه تورتة. انا الاول قلتها تارت بس هي طلع اسمه تورتة. معايا واحد منه بالفانيليا ومعايا واحد منه بالشوكولاتة، مكتوب عليها تورتة ميجا بس هو طبعا ملوش علاقة بميجا يعني، ومكتوب عليه صنع في مصر وصنع في مصر. تعالوا نجرب الشوكولاتة الاول ولا بالفانيليا؟ خدنا بالفانيليا. خلينا بالفانيليا. بالفانيليا الأول. ده كان سعره كام؟ كان سعره كام يا مصر؟ 2. 3 جنيه. كان سعره واحد سعره 3 جنيه. والكبير ب5. هو انا كنت هقول عليه بديل هوز بس هو شكله لا مختلف قوي عن هوز. ده هو وشه بصراحة أنا دوقته قبل كده. هو من بره تحسوه حلاوة. هو مش عارف. من بره تحسوه اللي هو عارف اللي هي حلاوة الطحينية دي. مسك. بصراحة أنا دوقته قبل كده وعجبني واو. طيب يلا ندوق ده. يا رب. بسم الله. عجبني ده. ما احنا كده بندفعه الهوز تقريبا 3 جنيه، بيبقى اصغر من ده لو حجمه صغير، بيبقى اصغر من ده 5 كمان. و5 كمان، ومش بيبقى الصراحه طعمه حلو زي ده. طعم الكريمه اللي بره جميله فانا عجبني. تديله كام؟ أنا أديله 9.5. 9.5 وانا 9 وانت 7. بس انت ضدنا. اي حاجه ضدنا. تعالوا نجرب طعم تاني. يلا. أنا ضايقهم كلهم أصلا. انت ضايقهم كلهم. هو عارف كل الأطعمة ازاي. ده أجمل من ده بيانا. فانت قلت بقى ايه نختمها ختم مسك اهو. ده حجمها مثلا. يلا ندوق. يلا ندوق. أنا عارف طعمه أصلا بس يلا ندوق. يلا بسم الله. هو هوز شوية. باين. ده في حتة تانية. هو بس طعمه حلو. كيكة الهوز. طعمه حلو بس انا عجبني الفانيليا اكتر. أنا عجبني الشوكولاتة 10 مش عجبك اكتر؟ الشوكولاتة. انا عجبني الصراحه الفانيليا اكتر. بصوا عشان نكون صريحين، اللي بيحب الشوكولاتة يجيب الشوكولاتة، اللي بيحب الفانيليا يجيب الفانيليا. طب انا بحب الفانيليا وعجبني، بحب الشوكولاته بس عجبني الفانيليا. يعني لو عايز تغير من الشوكولاتة والفانيليا، يعني لو بتحب الشوكولاتة بس بتاكلها هنا وعايز تغير خد الفانيليا وهيبقى عاجبك برضه. الفانيليا مش والعكس برضه صحيح. طعمها جامد. تدوه كام طيب الاثنين؟ يعني انت قلت قيمنا ده نقيم ده كام من كام؟ ده 10 وانت؟ مستحيل 10. اخر حاجه معانا من تورته. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا حاجه؟ انت بتحبي ولاد حاجة. حاجة ده حاجة. ده كله 3 جنيه. يعني الاثنين دول اهم لو مكتوب عليهم ميجا ب3، وده مكتوب عليه رولز
تورته الرز بس التلاته برضه. يلا بسم انا الله. اللي انا حسيته فارق ان دول ارفع بس اطول ودوت اضخم بس اقصر. حد فيه؟ شبه اللي بالكريمه شويه في الشكل. بس مرشوش عليه انا حبة فاتحه صوص. خليك. هو عامل زي الكريمة بس مرشوش عليه صوص كده ناشف شوية. هو كله كريمه عادي بس محطوط عليه جناش كده شويه. فتعالوا ايه نجرب. ومن جواه فيه فراوله. الحقوا بصوا عايزين تبعدوا بيوز ازاي. يلا نجرب. ده احلى واحد فيهم. كسر صراحه هو احلى واحد فيهم. كسر القوانين. يعني انا لو هرتب ده الاول والشوكولاته ده الاول، بعديها ده، بعديها ده ترتيبي انا. اديله كام الاول؟ ده اديله ده ده لو اقدر اديله 10 لو 11 اقدر. 11 وانت؟ دوت 10 يعني ممكن نحطه مع صفر. انا اديت الاحتمالية 100. لو هترتبهم ايه؟ خد رتبهم كده. ده وعشان انا بحب الشوكولاته ده. طب وانت يا ياسين؟ كسرت شويه ده الشوكولاته. اصل الشوكولاته اللي كانت فيها بصراحه كانت واضحه شويه. طب تعالوا نشوف اخر حاجه معانا في الفيديو ده. اخر حاجه بقى معانا في الفيديو ده مزارع دينا بالشوكولاته. طبعا ميكس من المقاطعه، فالبديل بتاعه مزارع دينا بس ميكس كان ب 10 جنيه ده ب 15، ولكن ده حجمه اكتر من ميكس. تعالوا بقى نجربه. مزارع دينا مصريه 100% وده حجمه 250 مللي ونشوف هنديله كام. طعمه حلو قوي، نضيف، احلى من ميكس صح؟ بيعمل مش احلى من ميكس؟ كل اللي ورا كمان قالوا ان احلى من ميكس ونضيف. تحسوا يعني ريحه وطعم اللبن حلو قوي، ولكن الشوكولاته يعني هو الشوكولاته بس قليله سيكه، لكن الصراحه على سعره ب 15 جنيه حجمه كويس. والازازه دي حلوه بنعمله فيها حاجات ياما برضو. فانا هديله 9.5 من 10 عشان الشوكولاته قليله سيكه، ولكن كل حاجه فيه صراحه حلوه وبديل قوي يمكن احلى 100 مره من ميكس. ومزارع دينا فيها كميه حاجات ياما قوي. مزارع دينا عامله مشروبات ياما قوي، فراوله وليمون، عامله بجد حاجات ياما قوي. فبجد مزارع دينا احنا نفتخر ان هي عندنا يعني. بس كده الفيديو ايه؟ خلاص. فيديو ايه؟ خلاص. عجبكم؟ ابدا. هنشجع المنتجات المصريه. يس. هتجيبوا منتجات مصريه ونقاطع. بس كده الفيديو خلص. عايزين تقولوا حاجه بقى؟ منتجات النهارده المصرية احنا نفتخر بيها فخر. حلوه دي عجبتني. وانت يا ياسين؟ احلى حاجه المنتجات المصريه عشان هي ام الدنيا. واحسن بنت عليكي. احرز عليك يا ام الدنيا. هنعمل ايه؟ لايك واشتراك وزر الجرس. وزر الجرس. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده، وعايزين فيديوهات تانية من دي ولا لا، وعايزين ياسين وعطيه معايا تاني ولا لا. ده الاختيار الاهم اللي انتوا المفروض تختاروه في الفيديو ده. حبيب قلبي.